مو جايب معي ميك اب، استخدمت شي من عند سيلدا، شي من عند مرت اخي، بس حلو تغيير. انا اذا ما احط مكياجي بحس ما بعرف اظبط حالي والله. انا متعوده على مكياجي الشغلات اللي بحطها بالعاده، بس لا حلو حبيت. فايتين ببعض ليش؟ ما بيعرفوا مين هاي ومين هاي ومين هاي، وشلون هاي خطيب هاي وهداك خطيب هديك. يعني انت حرفيا فايتين بالحيط، شي بتقولوا موستي اخي، شي مدري ايش. خليني اوضح لكم الفكره. عيلة سوار عيلة كبيرة. اولا انا وسوار مالنا قراب، يعني مالنا قرايبين، مالنا قراب لان نحن قراب بس مالنا قرايبين. نحن من ضيعة او من مكان، وسوار وكمان نفس المنطقة، بس انه كل حدا من ضيعة، بس مالنا قرايب، ما في صلة قرابة ابدا. هي اولا. ثانيا نحن اول ناس بدت علاقتنا انا وسوار، بعدين اخي ومرت اخي. مرت اخي اللي هي اخت سوار، تمام، اللي بيتهم هون بأسنا، كمان ما عندهم اولاد، ما في قرابه. اوكي، بعدين هن تعرفوا على بعض وحبوا بعض وتزوجوا. طب بعدنا بيناتنا هن باي شهر؟ نحن بشهر 3، هن بشهر السابع تامر تزوجوا، عرسوا. في بيناتنا علاقتنا قبل زمان. ايه صح. يا بعدين صار في تعارف بالعيله، عيلتنا انخلطت مع عيلتهم، عيلتهم انخلطوا مع عيلتنا. نصيب يعني ما بتعرفوا. مرة من الأيام 2000 قديش كان، المهم ما لنا فيها. ابن خالتي شاف سدرة، حبوا بعض وتعرفوا على بعض وانخطبوا. ما في قرابة، ما في. ابن خالتي هي كلها معرفة من خلالنا. معرفة بالضبط من خلالنا نحن، يعني نحن صيت الخير امسك. المهم تعرفوا على بعض. سدرة اللي هي بنت حماي مع ابن خالتي ومخطوبين. بنت اخت سوار. انت دائما عم بحاول اشرح لهم. قولي يعني مشان يعرفوا. اوكي، بعدين بعد فترات راحوا. ابن عمتي عم يدوروا على عروس، شافوا بنت اخت سوار، كمان تعرفوا على بعض. بنت اخت سوار ثاني باسطنبول، هي وحده ثانيه اسمها ماي. تعرفوا على بعض، حبوا بعض، العائلتين اتفقوا وانخطبوا. شو بدكم منا انتم؟ انخطبوا. يعني نحن شباب اللي عنا بياخذوا بنات العيله، ما شاء الله. شو بدكم منا؟ عيلتهم كبيره وفي كثير بنات حلوات، ما بلوحوا احد. لا لانه عن جد عيله طيبه. يسلم من ايمت نحن متعرفين على بعض، نحن طيبين هن طيبين، ونحن صرنا 12 سنه انا وسوار متزوجين، واخي نفس الشيء تقريبا. فقالوا يعني يعني شافوا التجربه الايجابيه بالضبط. قال خلص خلينا هاي اللي مسكر. ايوه والله. فهي الفكره. غير هيك عيله سوار كبيره، يعني بنات حماي كثار، في اولاد في اولادهم وهيك، يعني ما شاء الله. بعرف شو ما شاء الله طبعا، ما شاء الله. بعرف لما كل مره بحكي لكم مع حدا وانتم بالاخص مدعوين جداد حتفوتوا بالحيط، مين هذه ومين هذا. هسا اذا نروح لسه على بلجيكا وشو اسمه حتلاقوا عائله كبيره. فبنت اخت سوار الثانيه هون امها لسيلدا، حماتي اللي هي اخت سوار بنات السيلدا وجوسي وسيدرا واليسا، وعندهم اخ اسمه ايفان. هدول كلهم اولاد اخت سوار اللي هي هون، بس مو اللي اخذ البيت، هون اللي جاي زياره من بلجيكا. اخي ومرت اخي ما عنده، تمام. عنده فهن عايش كانوا بلجيكا، هلا اخذين بيت هون وراح يعيشوا في هناك فتره. عائله كبيره. المحاولة 7 اخوات بنات ما شاء الله، وكل وحده عندها 5 6 اولاد. عندي ابن حماي كمان. صعب، ما توجعوا راسكم. هاي الفلان خلص انا اكثر هيك ما عاد اشرح. كل مره بصور لكم العائله بتفوتوا ان شاء الله تكون وصلت الفكره واختصار ان شاء الله. وصلنا ترى. شكله صغير والله. يا والله سوار شكله صغير. بس في جبس. في جبس. جب هي على العلامه مع السكين يا جبس. والله شكله فيه خضره كمان. خلينا ننزل نشوف. يلا تعالوا يا جماعه نشوف ايش حناخذ من هون. شكله ميني ماركت صغير. اي دون نو. اي والله سوار
مستحيل يكون عنده شغلات اللي بدنا اياها. نو نو نو. كمان في بنسأل وين في سوبر ماركت. والله حيقلك اليوم احد. هي شغلات ليش السوبر ماركت صغير؟ يعني شغلات تلزم في يوم الأحد. في ريحة طيبة. في ريحة طيبة. بالله عليك بيتزا. حناكل بيتزا؟ حنشوي بيتزا؟ هلا هي بتعرفي شلون مثل اكسبريس كافي. ايه بس نحن بدنا شيء ثاني. وين رايح انت اليوم؟